النجم عماد متعب. مساء الخير يا كابتن عماد. مساء الخير يا كابتن شوبير. اخبارك ايه؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله تمام. الاول مسموح لكم بالكلام ولا لا، عشان ما نبقاش بس خالفنا يعني التقاليد؟ لا انا ما اعرفش مسموح ولا لا، بس انا يعني داخل مع حضرتك عشان اوضح بس نقطه. نعم. لان الواضح ان في ناس عايزه تخليني اعمل مشكله باي شكل من الاشكال او تحطني سبب في اي ازمه. وده مش هيحصل خالص، ولا حد يقدر يوقع بيني وبين جمهور النادي الاهلي نهائي. نهائي. انا واحد على ما اعتقد ان اخر مكالمه كنت مع حضرتك قلت لحضرتك ان انا مش هعمل مشاكل ولا هعمل مشاكل. ده صحيح. وانا ملتزم جدا. النهارده المباراه مشيت بشكل عادي جدا. بنقوم نسخن في الدقيقه 50 على ما اعتقد. اللعيبه كلها بتقوم تسخن. قمنا كلنا سخنا. فوجئت في الدقيقه 60 ان الجهاز الفني بيطلب وليد ازار ان هو ينزل. دي بالنسبه لي كانت يعني اكبر صدمه، مش تقليل من وليد خالص، بس اكبر صدمه ان يعني الطبيعي ان عماد يعني لو مش هيبدا يبقى هو اول تغيير بالنسبه للمهاجمين يعني. فبس لما لقيت وليد نزل رحت رايح قاعد على الدكه. قعدت على الدكه ما اتكلمش مع حد خالص، وقلت لو طلبوا مني ان انا اقوم اسخن هقوم اسخن، لكن مش هفضل واقف ورا الجول ما اعملش حاجه وفي الاخر انزل العب 5 دقائق ولا 10 دقائق. فوجئت في الدقيقه 70 على ما اعتقد او 75 مش فاكر. لقيت عم حارس جاي بيقول لي كابتن سيد معوض بيقول لك قوم سخن. قلت له انا مسخن عامه وسكت. ما اعتقدش يا كابتن شوبير ان عماد متعب وهو قاعد على الدكه المفروض ان عم حارس هو اللي يجي يقول له قوم سخن خالص. هو المعتاد مين اللي بيقول لكم قوموا سخنوا يا كابتن عماد؟ في كابتن سيد معوض، في كابتن ايوب، في ابو كابتن ابو العيله، في انيس. ده كله دورهم دور الناس اللي موجوده انها تقول اللعيبه تقوم سخن. ما اعتقدش خالص ان دور عم حارس او دور اي حد من الناس المساعدين اللي معانا ان هو يقول لي يوم سخن خالص يعني. ما اعتقدش، ما شفتهاش في حياتي يعني. بس دي قصه. فلقيت بقى بعد الماتش اخبار كتير عماد يرفض. ما حدش قال لي ينزل اصلا يعني. ما حدش قال لي ينزل. الفكره كلها ان انا كنت اقوم اسخن. لا يعني هو عم حارس جه قال لك كابتن ايوب او كابتن سيد بيقول لك قوم سخن؟ كابتن سيد بيقول لك قوم سخن. تمام. انت رفضت؟ لا قلت له انا مسخن اوريدي. قعدت فضلت على الدكه. ما انا سخنت من دقيقه. هل حد بعد كده من الجهاز الفني يا كابتن عماد قال لك قوم سخن ولا؟ خالص ما حصلش، ولا حد كلمني ولا حد قال لي انزل ولا حد قال لي انت هتنزل ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. خالص. لكن اللي بيحصل ده حاجه صعبه جدا صراحه. صعبه جدا 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 جدا. وعلى ما اعتقد ان اخر مداخله مع حضرتك قلت لك ان كابتن حسام بدري كان وعدني قال لي انك هتلعب بطوله عربيه. نعم. بس يعني انا حبيت اوضح بس. طيب عماد يعني في دماغك ايه؟ يعني انت بتقول انه في حد عايز يعمل مشكله. انت بتتكلم حد؟ هل حد من الجهاز ولا حد من اللاعبين ولا حد من انا ما اعرفش. ما بحبش اقول حاجه انا مش متاكد منها وما اعرفهاش يا كابتن شوبير. انا بقول لك خلصت الماتش لقيت مصر كلها كانت على المواقع، مصر كلها بتكلمني ان انا عملت مشكله ورفضت انزل. انا ولا رفضت انزل ولا عملت مشكله، وحكيت لحضرتك اللي حصل بالنص. واي حد عنده كلمه غير كده يطلع يقولها. اي حد مستحب، اي حد مهما كان هو مين مستعد اواجهه قدام اي حد في الدنيا كلها. يقول غير كده يطلع يقول غير كده. انا موجود ومع حضرتك وقول لي في واحد. انت شايف انه لا يليق انه لعيب بحجم عماد متعب او اي لعيب على دكه البدلاء مع كل الحب والاحترام لعم حارس انه يجي مسؤول الملابس او متعهد الادوات هو اللي يقول له قوم سخن؟ يعني لو كان قال لك كابتن سيد معوض او كابتن ايوب او كابتن ابو العلا او كابتن انيس او كابتن سيد عبد الحفيظ كنت ممكن ترجع تقوم سخن تاني. هقوم اسخن. ما هو ده ولا انت بعد ده اللي بيحصل بقاله سنه. ولا انت بعد نزول وليد ازارو خلاص خدت القرار انك مش هتشارك؟ لا خالص، ما خدتش قرار خالص. انا رحت قعدت على الدكه وطلب مني ان انا اقوم اسخن كنت اقوم اسخن. ما عنديش ادنى مشكله خالص. طيب عماد، طالما هذا الخبر يعني طلع في الإعلام إذا معناه إحنا قد نكون أمام قرار من الإدارة الفنية للنادي الأهلي. ممكن يكون القرار خصم، ممكن يكون قرار استبعاد من باقي مباريات البطولة، ممكن يكون القرار لا ما فيش حاجة حصلت. يعني قرار ليه؟ أنا بقول لك أنا بقول لحضرتك قرار ليه أنا عملت إيه؟ لو في قرار أو أي حاجة من الحاجات دي يبقى هي خلاص القصة بتبقى واضحة، الرؤية باينة وواضحة يعني. ده كان سؤالي الثاني. هل كده الاتجاه واضح؟ لو في قرار يبقى خلاص هم الناس يعني او الاتجاه واضح. لكن ما حدش اتكلم معايا في حاجه ولا انا اتكلمت مع حد في حاجه ولا حاجه حصلت. وما اعرفش مين اللي قال الخبر. ما اعرفش حد يعني من الجهاز. بس بما ان حد
الكلام اتقال ان عماد كابتن سيد معوض قال له قوم سخن وهو رفض، يبقى الكلام اتقال من جوه، لان الناس دي اللي كانت ما ده اللي انا بقوله، على ده اللي انا الدكه بقوله. على الدكه. لكن انا هل ممكن انا اللي يتم حصل، بص يا كابتن شوبير، اللي حصل بالنص اللي انا حكيته لحضرتك، واي حد عنده جمله غير اللي انا بقولها يطلع يقولها دلوقتي. انا واضح في وضوح اكتر من كده يا كابتن شوبير، في صراحه اكتر من كده. انا مش مطلوب مني خالص ان عم حارس يجي يقول لي انزل. نهائي 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 طيب نهائي. هل ممكن، يعني انا عارف انت مضيت عقد سنه جديده مع النادي الاهلي مش كده؟ بص يا كابتن شوبير، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بس قبل ما حضرتك تسال سؤال معلش عشان انا ما اعرفش اصلا احنا مسموح لنا ان احنا نتكلم ولا مش مسموح لنا ان احنا نتكلم. بس انا حبيت اوضح الجزئيه دي علشان انا عارف ان الدنيا هتقوم مش هتقعد. انا قلت لحضرتك انا بحترم جمهور النادي الاهلي كويس جدا، انا ملتزم كويس جدا، بدليل ان انا النهارده اللعيب الوحيد الكبير اللي في الفرقه ومع ذلك قعدت احتياطي وما بلعبش خالص وما اتكلمتش كلمه خالص، ما يعني ما اقدرش اي حاجه، يعني ما فيش حاجه حصلت. لكن ما توصلش يعني يبقى اول تغيير مش تقليل خالص من وليد، دي وجهه نظر فنيه خلاص، ده وجهه نظر فنيه بتاعت كابتن ايوب او بتاعت صاحب القرار الفني. انا في الاخر لقيت نفسي مش هبقى موجود، مش اول تغيير بالنسبه للمهاجمين، رحت قعدت على الدكه وقت ما يطلب مني انا اقوم اسخن كنت اقوم اسخن. بس ده اللي ضرب النص، ما حدش طلب مني نهائي ان انا اقوم اسخن، غير زي ما قلت لحضرتك ان كابتن سيد بعت لي مع عم حارس قال لي قوم سخن، قلت يا عم حارس انا مسخن اوريدي بس. لكن مش مطلوب خالص ان عم حارس يجي يبلغني ان انا اسخن او ما اسخنش. طب انا بس وعلى ما اعتقد يا كابتن شوبير انك عارف ان انا يعني الموضوع ده ما اعتقدش انك عمرك شفته في النادي الاهلي. ما اعتقدش يعني حضرتك كابتن النادي الاهلي سنين طويله، ما اعتقدش انك شفت ده في النادي الاهلي. لا انا كان سؤالي الثاني يا عماد، اذا انت بتقول الامور بدات تبان، يعني هل ممكن يكون هناك بالتراضي فسخ العقد اللي بينك وبين النادي الاهلي؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ انا ما حدش هيجبرني خالص كابتن شوبير ان انا اسيب النادي الاهلي او ابعد عن النادي الاهلي، غير لو الجهاز الفني شايف ان انا مش موجود، وجهه نظر ان انا مش موجود وما كملش، خلاص مش هلعب في النادي الاهلي بالعافيه. لكن اي حاجه ثانيه انا مش هاخد قرار ان انا اسيب، ان انا بحب النادي الاهلي، اتربيت في النادي الاهلي ده قرارك وده املك، لكنه واضح انه الجهاز الفني له وجهه نظر اخرى. خلينا نكون واضحين، يبقوا واضحين. يعني اي حد ليه وجهه نظر ثانيه يبقى واضح، يجي يقول انا مش عايز عماد، هو يعني هو مش قادر يعني اي حد ليه وجهه نظر ثانيه يقول انا مش عايز عماد بس خلاص، مش قصه يعني مش هلعب بالعافيه على فكره. طيب حلو، قرارك هيكون ايه؟ الاستمرار في نادي اخر ولا اعتزال كره القدم لو ده حصل؟ لا ما اعرفش والله، ما قررتش كابتن شوبير وما فكرش في القصه دي، وانا زي ما قلت لحضرتك انا عندي عقد مع النادي الاهلي لمده سنه. اي حد بقى يعني اي حد شايف ان عماد لا احنا مش محتاجينه وعماد ملوش دور يطلع يقول او يصرح ان عماد ملوش دور او عماد مش هيبقى موجود، خلاص هلتزم، مش هلعب في النادي الاهلي غصب عن اي حد، مش هلعب بالعافيه. بالمناسبه حسام غالي كمان ما كانش موجود النهارده، هل بالفعل خد يومين راحه زياده واتفق مع الجهاز الفني يبقاش موجود ولا كان مستبعد تماما بره الفريق؟ لا هو كان واخد يوم راحه، لا كان واخد يوم راحه، يعني خد 3 ايام راحه واتمرن تمرينه واحده قبل المباراه بس. يعني انا طلب مني ان انا اخد 3 ايام راحه ورفضت، خدت يومين بس وجيت اتمرنت اليوم الثالث عشان لو هشارك في البطوله العربيه ابقى جاهز. يعني هو مستبعد رؤيه فنيه النهارده حسام غالي؟ نعم مستبعد رؤيه فنيه؟ لا عشان هو ما اتمرنش مش فكره فنيه، هو عشان هو ما اتمرنش قعد 3 ايام مريح واتمرن تمرينه واحده. طيب ده سبب استبعاد، ده انا قلته النهارده، لكنه بالنسبه لك طلب ان هو يتعور او يتصاب او يحصل اي حاجه. طلبوا منك انت كمان انك تاخد 3 ايام راحه؟ طلبوا منك انك تاخد 3 ايام راحه قبل اللقاء؟ ممكن الفرقه واخده يومين، ممكن تاخد 3 ايام لو عايز تاخد 3 ايام. قلت له لا انا هاخد يومين وهرجع اتمرن عشان حضرتك بتقول لي انك هتلعب في البطوله العربيه فلازم ابقى جاهز. ما انت مريح طول السنه، يعني ما يعني تاخد راحه ليه؟ ما انت بقالك كتير ما لعبتش يعني. هل الكابتن يعني انه كابتن ايوب هو بيقول التشكيل النهارده قال لكم ده تشكيل من وجهه نظره هو ولا ده التشكيل اللي قال له عليه الكابتن حسام؟ لا الحاجات دي ما اعرفش، الحاجات دي ما عنديش خلفيه فيها يعني عشان ابقى صريح مع حضرتك، وانا مش عايز اتكلم فيها اصلا لان دي مش بتاعتي. انا بس بوضح نقطه يعني اثارت النهارده وحصل عليها كلام كتير ولغط كتير، فمش عايز عماد يبقى في جمله مفيده بس خالص. هي دي النقطه المهمه، مش عايز عماد يبقى في جمله مفيده ليها علاقه بمشاكل اللي انا مش بس واضح انك غاضب وحزين، واضح انك غاضب وحزين بالتاكيد يعني. ايه؟ واضح انك غاضب وحزين. ده شيء طبيعي، ده حقي يعني. ده حقي يعني، ده حقي، ده اقل حق بالنسبه لي يعني. هل عندك امل في المشاركه في المباراتين القادمتين يا عماد؟ والله يا كابتن بتضحكني والله يا كابتن شوبير. ليه؟ بقيت بضحك. ليه؟ انا بكلم عماد متعب يعني ليه؟ الواضح ان في ناس كتير ما بقتش عارفه مين عماد متعب. ناس كتير ما بقتش عارفه مين عماد متعب، ولا عماد متعب ما بقاش عماد متعب بتاع زمان وهو مش قادر يحس بده؟
الملعب هو الفيصل. اه عماد، يعني انا مش عارف اقول لك ايه. انا عايز اتمنى لك التوفيق، وانه يعني تكون ازمه طارئه عارضه، ما تقولش لم حاجه تكن مفيش ازمه اصلا يعني ما يعني. تقولش حاجه غلط. انا بس النقطه بس اللي عايز اوضحها ان ما حدش يحط عماد في جمله مفيده انه بيعمل مشاكل، ان انا ما بعملش مشاكل خالص. ولو كنت عايز اعمل مشاكل كنت عملتها من زمان. بتشعر انه ايامك في النادي الاهلي اوشكت على النهايه، او رحلتك مع الاهلي نعم. اوشكت على، بتشعر ان يعني رحلتك مع النادي الاهلي اوشكت على النهايه يا عماد؟ لا، لو حد عايز يقول لي كده يجي يقول لي، بس لو حد شايف كده يجي يقول لي بس. ما انت مستني تسمعها بس منهم يعني، ما عندكش نعم. مشكله؟ مش مستني تسمعها منهم لو ده كان يعني اللي في دماغهم؟ نعم يا كابتن. مستني تسمعها منهم لو كان ده القرار، وده ما يزعلش في حاجه يعني، احنا في عالم احتراف يعني. اللي عايز يعني اللي عايز يمشيني من النادي، عايز يقول لي انت مش موجود في النادي يجي يقول لي، او ياخد القرار يعني. مش قصه يعني. الموضوع مش قصه، لكن قصه بقى ان انا العب ولا ما العبش، اكمل ولا ما اكملش، دي حاجه تبقى بتاعتي انا. اروح فين ما اروحش فين، حاجه تبقى بتاعتي اذا انا. الاهلي خد القرار بان انت مش موجود، انت لسه ما خدتش القرار، ممكن اذا الاهلي خد القرار ان انت مش موجود، انت لسه ما خدتش القرار انت رايح فين او لا هتعمل لسه ايه؟ خالص خالص بس يعني شايف ان قدامك وقت؟ ايه يا كابتن؟ شايف ان قدامك وقت؟ ما انا قلت لحضرتك الملعب هو الفيصل. الملعب هو الفيصل بس. عادي يا كابتن. ماشي، هسيبك كابتن عماد وبتمنى لك التوفيق.